ازيكم عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنتعلم طريقة جديدة سريعة وسهلة ان انا اعمل بيها البداية او عقدة البداية يعني. في طريقتين اساسيتين احنا بنعملهم دايما في الكروشيه من زمان. هتلاقوا الفيديو بتاعهم تحت في الديسكريبشن بوكس، ولكن في طريقة كده لطيفة وسريعة وبتتعمل بالإبرة على طول، حبيت ان انا اوريها لكم في الفيديو. آم، مبدئيا قبل ما نبتدي الفيديو بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونبتدي مع بعض على طول ما نطولش. في البداية هفكركم بس ان احنا نشتغل بخيط سبرينج زي ما احنا متعودين في الفيديوهات اللي بنتعلم فيها الكروشيه. خيط سبرينج خيط مصري صوف، علشان سعره كويس ونقدر نبتدي بيه نتعلم. ومعانا إبرة مقاس 3.5 لأن هي مناسبة لسمك الخيط ده، ويلا نبتدي على طول. هناخد مع بعض طرف الخيط وهنمسك الإبرة بتاعتنا. تمام، هنحط الخيط كده على الإبرة، واحنا عندنا طرفين، طرف قصير وطرف طويل. طرف قصير وطرف طويل، هنبعد شوية الكاميرا بحيث ان احنا نشوف. طرف قصير وطرف طويل. تمام، هعمل ايه؟ هاخد الطرف القصير على الطرف الطويل وامسكه. تمام، امسك الخيط من الطرف الطويل كأني عاملة عقدة، وابتدي اخد الإبرة وادخلها في العقدة اللي انا عاملاها واشد الخيط. انا كده عملت ايه؟ العقدة. تمام. تاني، انا عندي طرف قصير وطرف طويل، همسك احط كده الخيط. تمام، احط الخيط كده، الطرف القصير ناحية هناك والطرف الطويل ناحيتي. هبتدي احط الطرف القصير على الطرف الطويل، امسك الطرف الطويل بايدي كده. انا عاملة عقدة بس مش مقفولة، هقفلها ازاي؟ هبتدي اخد بالطرف الطويل عقدة ادخلها جوه الخيط واشد، يبقى انا كده عملت العقدة. دي طريقة لطيفة ولذيذة لعمل عقدة البداية. تمام، وزي ما قلت لكم هي بتتفك كده زيها زي اي عقده احنا بنعملها في بدايه الكروشيه، ولكن دي كانت طريقه سهله وسريعه نقدر نعملها بالابره وهي في ايدينا على طول، ونبتدي نشتغل الشغل العادي بتاعنا سواء السلسله او اي حاجه. فيديو صغير وسريع. اتمنى يكون الفيديو او الفكره عجبتكم. لو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لي لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.